بسم الله الرحمن الرحيم. ده البونيكام. طبعا لما حد يقول لك حاجه مش لازم تصدق، لازم تجرب بنفسك. احنا نجرب ان شاء الله. طبعا احنا زرعنا الصينيه اهو، دول اللي فاضلين فيها. الزرع حلو ما شاء الله. طبعا هو المفروض تزرع على خطوط او مساطب. احنا عملناه في حوض واحده اهي، بس برضه ايه، داير الحوض اهو خطوط، وباقي الحوض من جوه طبعا حوض عاديه مستويه. هنشوف الفرق بينه وبين الجراوه ان شاء الله. الجراوه دي متخضر في نفس اليوم او يمكن اليوم اللي قبليه، فرق يوم واحد بالظبط. دي جراوه السكريه اللي هي علف الفيل. وده البونيكام اهو مزروع في نفس المكان، نفس التسميد ونفس الارض ونفس الميه، وهنشوف الفرق. وان شاء الله هنصور فيديو كمان عشان نشوفوا النتيجه. السلام عليكم. ودي تكمله طبعا للفيديو بتاع زراعه البونيكام. احنا زرعنا البونيكام طبعا مع الجراوه في نفس الارض، نفس التسميد، نفس الميه، نفس العوامل يعني. فالنصيحة لصاحب المشتل اللي انا جبت منه من الواحات، بلاش تنصب على حد، لان ادي البونيكام اهو تمام، وادي الجراوة اهي. الجراوة اللي انت مش مقتنعين بيها يعني، وبتقولوا لي البونيكام احسن والبونيكام بيجيب محصول والبونيكام مش فيه وفيه اهو. قولوا والله العظيم ما يعدي 30 40 سنتي اهو اهو. وادي الجراوة في نفس المكان جنبها بحوض اهي ما شاء الله. احنا بنحشوا فيها النهارده بعد ايه، بعد 45 يوم يعني. بديت حش بعد 40 يوم اهو في الجراوة اهي. جراوة هناك اهي، اول الحش باين. وادي البونيكام. وانت كده انا مش عارف بصراحة، انت نصاب ولا انت مش مهندس ومش فاهم؟ يلا.